الأموال الساخنة بتخرج، الحقيقة كاملة وراء قفزة الدولار في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. سعر الدولار النهاردة مش مجرد بقى رقم بيتغير في شاشة البنوك، ده مؤشر خوف ومؤشر قلق ومؤشر على ان في حاجه بتحصل كبيره جدا في الاقتصاد. النهارده الدولار عدى ال 50 جنيه، يعني احنا حرفيا دلوقتي على بعد خطوات من الوصول لل 51 وال 52 وهلم جره وانت طالع. السؤال بقى هنا مش هل هيوصل بقى لارقام اعلى من ال 50، لا، ده السؤال الأهم، هل إحنا داخلين بقى على موجة جديدة توصلنا ل 51 52 لحد 55؟ والمهم أكتر، هل اللي بيحصل ده سببه العركة اللي دايرة ما بين الأمريكان وإيران، ولا في عوامل تانية محلية إحنا بنتجاهلها؟ النهاردة بقى هفكك لك المشهد ده وبهدوء وبالأرقام وبدون تهويل. عاوز تعرف؟ هقول لك، بس علشان اقول لك لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. تعالوا بينا. اولا دلوقتي ايه اللي بيحصل في سوق الدولار؟ حرفيا الدولار خلال يومين من تصاعد العركة اللي دايرة ما بين الامريكان والايرانيين بدأ يتحرك لاعلى، وانهى تعاملاته في اليوم ووصل ل 50.15 قرش في اعلى سعر تداول. ده معناه ان السوق بيتحرك تحت ضغط، لكن هل ده طبيعي وقت المعارك؟ ايوه، اي توتر جيوسياسي في المنطقه حساسه زي منطقه الخليج بيعمل 3 حاجات فورا. بسم الله الرحمن الرحيم: رفع اسعار النفط وضغط على سلاسل الامداد هيخلي المستثمرين يهربوا من الاسواق الناشئه، ومصر جزء من الاسواق دي. عشان اكون دقيق معاك، كلمه السر في العركه اللي دايره مضيق هرمز. نعم بالظبط زي ما حضرتك سمعت وانا اتكلمت صح، مضيق هرمز بيمر منه حوالي من 15 ل 20% من تجارة النفط العالمية، ومجرد بس تهديده بإغلاق كفيل ان هو يولع اسعار الطاقه. ولو النفط زاد من 10 ل 15 دولار في البرميل الواحد، فاتوره الاستيراد عندنا هتزيد وهيبقى لود قوي جدا على الحكومه المصريه، والاحتياطي زي ما انت عارف بيتأثر. أما عندك بقى ولاد اللي ما يتسموش بتوع النجمة الزرقاء، وقفوا تصدير الغاز لمصر مؤقت. قال لك يا باشا أنا راجل بحارب، أنت عايز مني إيه؟ ما تشغلنيش، تلاكيك مش أكتر. ده معناه إن في ضغط على تشغيل محطات الكهرباء وزيادة احتمالية استيراد شحنات غاز بالدولار وطلب إضافي على العملة الصعبة. يبقى هنا العركة مش خبر سياسي، دي فاتورة اقتصادية مباشرة. نيجي بقى لصلب الموضوع كمان، وهو العامل الأخطر، وهو الهوت كاش، أو بمعنى أدق الأموال الساخنة. إيه هي الأموال الساخنة؟ ببساطة مستثمر أجنبي بيجي بيشتري منك أذون وسندات خزانة علشان يستفيد من الفايدة العالية، ويدخل لك دولارات ويحولها لجنيه ويستثمر وياخد عائد، بعد كده يخرج. المشكلة هنا بقى مش في الدخول، المشكلة الأكبر في الخروج. الأموال الساخنة شديدة الحساسية، أول ما تحس إن في توتر عالمي تبدأ تعمل حاجة اسمها ريسك أوف، بمعنى ان هي تسيب الاسواق الناشئه وتروح لاصول امنه زي الدولار، الذهب، او السندات حتى الامريكيه. وده اللي بدا يحصل، مش هروب كامل لكن جني ارباح، والنتيجه ضغط على الجنيه وارتفاع لاسعار الدولار. هل ده معناه انهيار؟ لا، خلينا نكون بنفكر بعقل شويه. الدولار اتحرك في منطقه استقرار نسبي الى منطقه توتر، لكن لسه احنا ما دخلناش مرحله فقدان السيطره. الفرق كبير ما بين حركه مضاربه مؤقته وما بين ازمه عمله حقيقيه. احنا حاليا في حركه مضاربه، مدفوعه شويه خوف. بس هل ممكن نشوف ال 51 او 52 او حتى 53؟ اولا كده لازم تحط سيناريوهات للموضوع ده. السيناريو الاول وهي ان المعركه دي
تطول. لو المعركة دي طولت هتلاقي أسعار النفط فضلت إن هي ترتفع، والأموال الساخنة هتخرج بوتيرة أكبر. ساعتها ممكن نشوف بقى ال51 بسهولة جدا، وال52 وارد، وال53 لو الضغوط زادت جدا. وده بقى مش تهويل، ده تحليل مبني على تدفقات أسعار الدولار. أما السيناريو الثاني وهو تهدئة سريعة، لو حصل وقف لإطلاق النار أو استقرار في أسعار النفط هنلاقي عودة شهية المخاطرة، والدولار ممكن يرجع يهدى ما بين 49 أو 50. أما السيناريو الثالث والأخير معايا إن الدولة تتدخل عن طريق البنك المركزي المصري، بمعنى إن البنك المركزي المصري يستخدم أدوات سيولة بذكاء أو يحافظ على استقرار سوق الانتر بنك، وده هيخلي يمنع الذعر بشكل مباشر في السوق، وممكن نشوف تثبيت في نطاق ضيق. طيب الاموال الساخنه مفيده اصلا للاقتصاد المصري؟ هنا بقى اكون صريح معاك، انا مش من انصار الاعتماد على الاموال الساخنه. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لانها سريعه جدا في الدخول واسرع في الخروج، يعني بتعمل استقرار وهمي للاقتصاد. الاقتصاد القوي بيقوم على استثمار اجنبي مباشر. يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ يعني اللي جاي يحط فلوس عندك مش ان هو يحط فلوس عندك وياخد ارباح، لا، ده جاي يقعد عندك ويبني مصانع ومشاريع ويجني ارباح. ده اسمه استثمار اجنبي مباشر حقيقي. ولازم كمان يكون عندك حاجه اسمها تصدير حقيقي، انك تصدر بوتيره اعلى واكبر وتكون متارجت نفسك لارقام كبيره. ولازم كمان تكون تحويلات المصريين في الخارج تكون مستقره. يعني انت عندك العركه اللي دارت دي، طبعا احنا كلنا اتاثرنا، وانا كنت لسه بقول لك في فيديوهات سابقه لو الحاجات دي في الملفات دي زي ملف السياحه او قناه السويس او الاستثمار المباشر او الغير مباشر فضلت مستقره، الدنيا هتمشي كويس وهتلاقي فيه يعني مش هنقول نزول في الدولار، هنقول ان في ثبات للدولار. انما دلوقتي الموضوع اكبر مما تتخيل. طيب المواطن دلوقتي يعمل ايه؟ بص يا سيدي، اولا كده وبسم الله الرحمن الرحيم لازم تكون هادي وما تتحركش بدافع الخوف، وما تشتريش دولار علشان الناس بتقول حوش دولار. احنا كلنا اتفاجئنا الايام اللي فاتت ان الدولار نزل لدرجه ان كانت في ناس خلاص فقدت الامل وان هي بتبيع، صح؟ وانا كنت بقول لك حول فلوسك لذهب، ما كنتش بقول لك بيع، كنت بقول لك حط فلوسك في ذهب، صح كده؟ انت عندك الذهب هوب ركب الصاروخ. ولازم حضرتك تراقب السوق، لو المعارك ديت طولت هتلاقي في ضغط، ولو هديت هتلاقي السوق هيرتاح. وساعتها القرارات الاقتصادية لازم تبقى مبنية على معطيات مش إشاعات. اللي بيحصل دلوقتي عزيزي المشاهد اختبار حقيقي، اختبار قوي جدا للاقتصاد المصري انه يتعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية. الدولار مش بيزيد علشان احنا عندنا مشكلة داخلية، خلي بالك بس عشان بس الناس تبقى فاهمة أنا بتكلم في إيه. أنا ما بقولكش الاقتصاد المصري وحش، ده على الكل، لكن لأن العالم نفسه بيتغير بسرعة. السؤال هنا عزيزي المشاهد مش الدولار هيوصل لكام، السؤال هنا إحنا بنبني اقتصاد بيتحمل صدمات ولا لسه معتمدين على مسكنات. هي دي بقى القراءة اللي أنا كنت عاوز حضرتك تاخد بالك منها. ومن غير مبالغة، لو العركة دي طولت هتلاقي الأرقام بتتغير، ولو الأمور هديت هتلاقي السوق بيرتاح. وبس كده أكون وصلت معاك لنهاية الفيديو. مش هوصيك بقى، لو عجبك الفيديو ما تنساش إنك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لأن طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن احنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. وزي ما قلت لك كل فيديو انت شايف ايه الايام اللي جايه، واحسن تعليق هنقوله في الفيديو اللي جاي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.